تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيا بمريم بالقاضي المذيعة ومقدمة البرامج 24 صباح بقناة الحوار التونسي، وهنأها على ذكائها المفرط واقترح عليها الالتحاق بوكالة المخابرات الأمريكية في أقرب وقت. والسبب في ذلك حسب المراقبين المختصين والمحللين الدوليين أن الإعلامية مريم بالقاضي لها قدرة فائقة وذكاء مفرط على معرفة بدء الحرب على ليبيا قبل أي دولة أو حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وقبل كل وكالات الأنباء العالمية الكبيرة منها والصغيرة. بل مريم بالقاضي هذه الفلتة الإعلامية تملك معلومات حول الحرب على ليبيا لا يملكها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما. وإثر هذا الاتصال هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإعلامية مريم بالقاضي وهنأها بالانتقال من قناة نسمة إلى قناة الحوار التونسي، مع العلم أن هذه القناة تشاهد كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب استطلاع زرقون أمريكا فإن نسبة المشاهدة عالية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وحتى في دول أمريكا اللاتينية، والسبب في ذلك يعود إلى مصداقية قناة الحوار التونسي التي تشتغل بها مريم بالقاضي، خاصة وأنه ثبت للرأي العام التونسي والدولي أن هذه القناة لم تعطي أي خبر زائف أو كاذب، بل كانت صريحة وصادقة مع مشاهديها طيلة السنوات الأخيرة. وكذلك هنأها على موهبتها الفذة في التقاط الأخبار الصحيحة، حيث أنها أصبحت المذيعة الأولى في تونس، ولم تحاول قط مغالطة الرأي العام التونسي، ولم تكذب عليه أو تبث أخبار زائفة طيلة حياتها المهنية، خاصة في نقلها لفعالية اعتصام الرحيل منذ 2 ليلا نهارا. كانت وفية لمبادئها وأعطت لكل ذي حق حقه. وقالت مريم بالقاضي لمراسل تونس نيوز عبد الباري عطوان أن أوباما استفسر في مكالمته حول الحرب التي ستنطلق قريبا في ليبيا والتي تتحدث عنها مريم يوميا، وأوباما ليس له علم بذلك إلى حد اليوم. ولم يخفي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما إعجابه بالمحلل الفذ معز الجودي وعلال العلاني، هؤلاء الضيوف المقيمين دائما عند مريم بالقاضي والذين لم يكذبوا يوما على المشاهد التونسي ولم يقدموا أي معلومة أو تحليل خطأ حول الحرب وأسبابها في ليبيا، وكانت المعلومات التي يقدمونها صحيحة ومؤكدة جدا. لذلك أعجب باراك أوباما بهذا الثلوث من المحللين التونسيين الذين يقدمون الأخبار الهامة والصحيحة جدا جدا، والتي تعجز أمامها أكبر مراكز البحوث الأمريكية والأوروبية والإفريقية. وفي الأخير نذكر مشاهدينا الأعزاء أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما هنأ مريم بالقاضي وهنأ خبراءها في الشأن الليبي الذين يتداولون على بلاتو الحوار التونسي والذين لم يزوروا ولو مرة في حياتهم ليبيا، بل خبراء من مكاتبهم، وحتى منظر ثابت ممنوع من السفر منذ الثورة لكنه خبير في الشأن الليبي. تحياتي والسلام عليكم.